بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا والثواب ان شاء الله. فضلا وليس امرا يا جماعة، نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. سؤال وهو مجلس إدارة الزمالك قاعد بيعمل ايه؟ مجلس إدارة الزمالك قاعد بيعمل ايه واحنا كل يوم بنسمع عن مشكلة، بنسمع عن وقف قيد، بنسمع عن مصيبة لحقت بنادي الزمالك. والحقيقة أنا مش عارف هو الناس دي قاعدة بتعمل إيه. فعلا الناس دي قاعدة بتعمل إيه؟ ويجي البعض من جماهير نادي الزمالك، كل جماهير نادي الزمالك طبعا محترمة، لكم مني الاحترام والتقدير، ولكن في فئة يا جماعة، البعض من الإعلاميين ضللوا دماغهم وضللوا تفكيرهم وضللوا دماغهم ومخهم. الناس دي برضو معذورة، ولكن انت كواحد زملكاوي ليك دماغ بتفكر، فمش اي كلام يتقالك تسمعه. مش بقى الايه، الدولة كلها مع الاهلي، الدولة كلها بتسند الاهلي، التحكيم بيسند الاهلي. مفيش حاجة من الكلام ده يا جماعة، والكلام ده ليس صحيح بالمرة، الكلام ده غير صحيح بالمرة. البعض من الناس ضللوا عقولكم وفهموكم ووصلوا لكم ان الاداره، ان الدوله كلها بتساند الاهلي وبتيجي مع الاهلي، وان هي عايزه الاهلي هو اللي موجود على الساحه وهو اللي بياخد البطولات. مفيش الكلام ده والله، مفيش الكلام ده والله. انا مش بتكلم كده ولا بقول الكلام ده عشان انا اهلاوي او بشجع النادي الاهلي، لا خالص والله اطلاقا. والواحد احقاقا للحق، الواحد بيقول الحق ومش همه بقى حته اهلاوي وزملكاوي والكلام ده، لا. واحد بيقول الحق وبيقول اللي شايفه وبيقول اللي دماغه وتفكيره وصل له، ان النادي الاهلي ليس مش بيتسند زي ما انتم فاهمين. وبصوا برضو الواحد زي الاستاذ هشام نصر ده لما طلع اتكلم وقال ان الزمالك عليه 2 مليار ونص، 2 مليار ونص، مليار جنيه، تمام؟ دي بس للدولة. فانت الدولة لو مش بتساندك ده، غير كمان ان نادي الزمالك وادارة نادي الزمالك بتاخد قروض والدولة بتوافق عليها. كمان نادي الزمالك بياخد قروض والدولة بتوافق عليه. فمنين بقى النادي الدولة عايزة توقعك وهي ساكتة على مليار جنيه للدولة، وساكتة لان انت بتاخد قروض وبتوافق لك عليها وبتاخد القروض. فنحكم عقلنا يا جماعة وما نسمعش كلام امثال الكابتن رضا عبد العال والناس دي. الناس دي ضللت عقولكم، وشايفين رضا عبد العال وصل لحد فين دلوقتي. خد وقف شهرين، ده دليل على الكلام الهجص اللي بيطلع يقوله. مش هقول اكتر من كده. السلام عليكم.